سي سعيد النصيري اهلا وسهلا، لاباس عليك؟ كلشي مليح؟ فاميليا واحد بيبا وبزاف نتاع ما بيباش. اش غدير؟ نايضه كبرها الصغار. عاد شفت الفيلم انا، يمكن رقم 11 مليون وشي 500 الف وشي حاجه، ياك؟ بعد هنيئا لك هذه المشاهده القياسيه اللي وقعت للفيلم ديالك. وبيبا بخصوص تسليطك الاضواء في هذا الفيلم على جوج نتاع النقاط بانت لي مهمه. النقطه الاولى هي الوضع المزري، الوضع الصعيب ديال واحد الفئه من فئات المجتمع، الاوضاع الماساويه وما الى ذلك. والنقطه الثانيه التفاعل السلبي نتاع الحكومات المتعاقبه ونتاع المنتخبين، ياك؟ مع هذه الانتظارات والاحتياجات ديال هاد الناس. هذه مزيان، يعني كفكره نبيله جدا، والخدمه فيها خاصها تكون. دابا نمشيو للديسلايكات، نمشيو للنقاط اللي سلبيه وسلبيه جدا واللي ما عجبتنيش. منين غنبدا اولا السي سعيد النصيري الله يرحم لك الوالدين احترم الذكاء المغاربه. داك الشعبويه يفترض انك انت تكون اول واحد ما يخدمهاش، لان هذيك الشعبويه باش كتعامل مع المجتمع والشعب المغربي كتزيد تكرس ذاك الواقع اللي انت قدتيه في الفيلم. غتقول لي كيفاش ابرموس؟ غادي نقول لك ما يلي. ملي كتجي السي سعيد وكتقول للناس تابوناو عندي في القناه وصلوا ل 5 المليون باش تحول الى قناه فضائيه، هذا سميتو الضحك على الدقون، هذا سميتو عدم احترام بل والاستهانه والاستهتار بالذكاء نتاع المغاربه. غتجي دابا انت حتى 2024 25 عاد غادي تقنع شي واحد مغربي بان لابونمون في اليوتيوب سيحول القناه الى فضائيه. هذه واحد. جوج، وهذيك القناه غنسميها ولد الشعب، زعما تحاول دغدغه العواطف والمشاعر نتاع البسطاء عبر تقديم فسيكا بحالهم. يعني انت ولد الشعب، مع العلم ان ولد الشعب فيها نقاش كبير، خاصها شي فيديو ولا جوج، لان التوظيف نتاع هذه كلمه ولد الشعب للاسف الشديد توظيف دائما من اجل الركوب على الهموم نتاع الشعب، وذاك ما انتقدته في المسؤولين المنتخبين اللي كيبانوا ولاد الشعب وملي كيشدوا الاصوات نتاعهم، ملي كيشدوا لي بوست نتاعهم كيتقلبوا. هكذا هي هكا اللي كيوظف هذا ولد الشعب بطريقه مبالغ فيها ومحكر عليها كما كيقولوا بالدارجه، فالاكيد على انه يكرس نفس النظره نتاع ذاك المنتخب اللي ملي كيتنتخب عليه الشعب كينساه. هذه مهمه جدا السي سعيد. يقدروا مثلا الناس بسطاء يقدروا يتماهوا مع ذاك الخطاب العاطفي نتاعك، ولكن المغاربه فيها ناس عقلاء، فيها ناس باغيين يتعاملوا مع الشعب او مع الفئات الاجتماعيه نتاع الشعب بمنطق اخر ماشي بمنطق الاستغلال. وانت السي سعيد النصيري استغليتي هذه القضيه هذه، مع كامل احتراماتي. غتقول لي كيفاش استغليتيها؟ غنقول لك ثانيا او ثالثا، وهي واحد النقطه سلبيه جدا، الفكره ماخوذه مسروقه. غتقول لي ومن بعد غنقول لك لا اسمح لي، انت تقدم نفسك مبدعا، انت تقدم نفسك فنانا، والفنان والمبدع ما كيرضاش يدير الكوبي كولي. انت درتيها سابقا في اعمال سابقه ودابا كرستيها بواحد الطريقه ما فيهاش. اذا هذا الكوبي كولي سميتها عدم الاحترام الابداعيه والفنيه نتاعك. 4، داك التمثيل وداك التشخيص اللي درتوه في داك الفيلم نتاع دور الشباب، هذا يدل مرة رابعة وخامسة أنكم ما كتحترموش الجمهور اللي يفترض أننا نرفعوا الذائقة الفنية نتاعو، نوصلوه لمستوى التماهي مع التشخيص الحقيقي. السي سعيد النصيري، أنت كتبان بأنك ترتجل في الحوارات نتاعك. أنت السي سعيد النصيري ترتجل، يعني أنت ما حافظش حتى الديالوج نتاعك، كتبان بأنك ما حافظوش. انت اللي يفترض ان عندك كارير ما عرفتش شحال من سنه في التمثيل، بنتي ضعيف جدا. وهذه عاود نقطه فيها بزاف نتاع الاستهتار بهذا المتفرج اللي يفترض انك تقدم له ماده فنيه اللي يطلع فيها الانتظارات نتاعته.
شنو اخر السي سعيد؟ ها شنو غادي نقول لك اخر؟ الطريقه باش خدمتي الطريقه باش كتقدم هذا العمل هذا فيه استغلال للمغاربه. ملي كتقول لهم بانه هذا الفيلم قد منع، الفيلم لم يمنع السي سعيد الناصري، الفيلم عرض في القاعات السينمائيه، وعاد السي احمد الضافري جاب معلومات، الصحفي القدير اللي كنحييه من هذا المنبر، جاب معلومات بان المداخيل ديال الفيلم ديالك وصلت تقريبا ل 500 مليون سنتيم. علاش ما قلتوش هاد الهضره للمغاربه؟ انت قدمتي راسك مظلوم، قدمتي راسك بانك ممنوع، وما قدمتيش بانه الفيلم مصادق عليه ومؤشر له ومرخص له من طرف المركز السينمائي المغربي اللي تابع القطاع ديال الاتصال في الوزاره. يعني حتى واحد ما منعك السي سعيد الناصري. الفيلم ديالك كما تعرضوا افلام اخرى من انتاجات خاصه وشفناها وتبعناها، واعتمدوا على البروباغندا الفنيه، ماشي البروباغندا المدغ ديال العواطف والمشاعر نتاع المغاربه. وانا علاش كنتكلم معك بهذه الطريقه سي سعيد الناصري؟ باش نقول لك صافي يا صاحبي، صافي، راه مرات سابقه في واحد 4 سنين لعبتي نفس اللعبه مع المغاربه في استدرار يعني بئيس للمشاعر نتاعهم، بئيس من طرفك، وهذه المره كتمارس نفس البؤس وبنفس الطريقه. وهذه الا كان واحد 10 بحالك راه نكرس عند داك الفئات البسيطه ديال المغاربه تبقى هكذاك في بساطتها. يجب اننا نخدموا على الذكاء نتاع المغاربه، نحترموا الذكاء نتاعهم، ونرقاو بالبساطه ديالهم الى مستوى من التحليل والنقد والقراءه نتاع الامور وشويه نتاع المصداقيه. الله يرحم لك الوالدين، المصداقيه مهمه ومهمه جدا. إلا عندك مشاكل على مستوى الشركه نتاعك ولا على مستوى داك الاعمال ديالك كترفض في اللجان، انا شفت دابا فنيين يترفض السي سعيد الناصري. انا لو كنت في اللجنه وما كنقدمش راسي انا شي فنان ولا شي واحد واعر، ولكن انا نكون في شي لجنه ويتقدم عمل بحال هذاك، فنيين غنرفضوه السي سعيد الناصري، سارفضه لانه لا علاقه له بالفن. جمل تقريريه، خطاب تقريري، ديالوغات تقريريه، شي محفوظ شي ما محفوظ، شي مرتجل، داك الشيء نتاع الفن ماشي تقرير السي الناصري. الفن ماشي رسائل تقريريه، الفن صور، ابداع. الفن اللعب على المتناقضات بطريقه غير مباشره باش كتبقى مرسخه. الان انت شنو درتي؟ كنتمنى تكون وصلتي معايا حتى للاخر تاع هذا الفيديو. انت شنو درتي؟ انت درتي التنفيس. يعني حتى الا كنتي بغيتي تقدم راسك بانك تقدم شي حاجه لهاد الناس اللي يعيشون فعلا اوضاع مزريه، انت دابا نفستي عليهم. اش كيقولوا؟ غيقولوا بان سعيد الناصري قال داك الشيء اللي خصو يتقال، برد لينا على خاطرنا وعلى قلبنا. والفن لا يبرد على الخواطر السي سعيد الناصري، الفن لا يبرد على القلب. الفن كيخدم هنا، كيحرك الناس، ولكن للاسف استغليتي هذا الشيء. المهم على كل حال، هذا الشيء اللي قديت نقول لك. اعرف ان ثمه من سيختلفوا معي، ولكن كلام اللي كنآمن به، الا ما كنتش مآمن به فعلا والله ما نقوله. تحياتي، السلام عليكم.